رسائل إلى صاحب الظل القصير. موال القلب الحزين. يا صاحب الظل القصير، لماذا الحزن يطرق قلبي كلما مر طيفك في البال؟ أأنا من غرست فيه الشوق، أم أنت من نثرت سهادك في دروبي؟ ما لي أراك حيث لا تكون، وأسمع صوتك في صمت الأشياء، كأن قلبي أصبح مرآة لغياب لا أعرف من بدأه، أنا أم أنت؟ قل لي، أي سحر دسسته في اللحظة الأولى حتى صارت كل اللحظات بعدك ناقصة؟ يا من لا أراك لكنني أفتقدك وكأني عرفتك من 1000 عمر، أجبني، هل هذا الحزن في قلبي منك أم هو مني لأنك لست لي؟ صاحبة الحلم الطويل. يا صاحبة الحلم الطويل، يا من تحاور القلب حين يغفو وتسأل عن الحزن الذي يطرق أبواب الروح، ليس لي سوى الظل القصير الذي يرافقك، ولا أملك أن أزيل غبار الشوق الذي زرعته الأقدار. هل غرست الشوق؟ ربما، وأنا كنت الساهر في ذروب غيابك. أتركت خيوط الانتظار تنسج بيننا حتى صارت اللحظات ناقصة بلا عودتك. الحزن في قلبك ليس مني وحدي، بل هو قصة بيننا، بين ضوء خافت وظلال لم تعرف. هو أنت وأنا، والقدر الذي حبكنا، لكننا لم نلتقي في المكان والزمان. فلا تلومي الحزن ولا تلومي الغياب، فهو السحر الذي دسسته الحياة لتعلمنا الصبر، ولكي نعرف أن بعض القلوب لا تلتقي إلا في الأمان. أما أنا فإني ظل قصير، لا أملك سوى أن أكون لك صوتا في الصمت، وحكاية تروى في خيال الليل، حتى نلتقي أو حتى يبقى الحنين وحده. صاحب الظل القصير. رسائل إلى صاحب الظل القصير، كتبتها الأستاذة نورة موافقي، قرأها لكم جعفر رابح.